الحمد للولي الحمد للولي عليم التخافي الواحد المعبود رب البرية رب العباد مدبر الأمر تدبير العالي الرزاق جزل العطية من رحمة اللي في يديه التدابير العيد شعشع في سمانا بضية أضف على الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وأنتم معنا وكل عام وأنتم بخير، ونحييكم ونرحب فيكم أجمل ترحيب وأجمل تحية في ثالث أيام هذا العيد السعيد لعام 35 و400 وألف. احنا وياكم نسعد جميعا عبر شاشتكم وقناتكم قناة المرقاب الفضائية. نحييكم ونرحب فيكم أجمل ترحيب وأجمل تحية في برنامجكم برنامج قهوة العيد. نحييكم ونرحب فيكم أجمل ترحيب وأجمل تحية مع ضيوفنا ومع كل من يشاركنا في برنامج قهوة العيد. باسمكم مشاهدينا الكرام أرحب وأحيي بضيفي وضيفكم الذي قدم من خارج مدينة الرياض من ساجر، وهو الشاعر محمد بن هضيب. حياك الله. يا مرحبا ويا هلا، الله يحييك. نورتنا بوجودك معنا في هذا اليوم. الله يطول لي في عمرك، والقناة منورة بأهلها. ونقول لك كل عام وانتم بخير. وانتم بصحة وسلامة. وانتم بخير. محمد، خلينا ندخل مثل ما يقولون في الموضوع مباشرة. يعني خلينا نتكلم عن علاقة الشاعر محمد بن هضيب في تويتر. والله علاقة محمد هضيب في تويتر علاقة أي شاعر في صفحته الرسمية. بس هذا العلاقة الرابطة بيني وبين صفحتي في تويتر. طيب، هل تتوقع أنه تويتر خدم الشاعر؟ والله هو خدم ناس وضر ناس. كيف خدم ناس وكيف ضر؟ خدم اللي نفسه قصير في كتابة القصيدة، وضر اللي نفسه طويل في القصيدة ما يطلع معها البيتين المركزة اللي تخدمه في صفحته في تويتر. يبي له على ما يبحث في القصيدة علشان تطلع البيتين ذي. أما اللي نفسه قصير يقدر يجيبها بسرعة. بيتين بيتين ثلاثة، اللي هذا نفسه قصير تخدمه. ممتاز. كتبت في الوطن، كتبت في جوانب كثيرة في الشعر، من ضمنها النصح، التوجيه، الاجتماعيات كتبت فيها. خلينا في بداية لقائنا نستمع لأحد القصائد الوطنية. أبشر. يقول: عاد عيدك يا وطن في كل عام، ويتجدد في قلوب المسلمين. حبك اللي له مهجتنا مقام من مقام اللي على دنيا ودين. عمر صروحك وشيسك الإمام، وضم شملك من يسار ومن يمين، وشاروا عياله على نفس النظام، واعتلى مجده على مر السنين. دونه نردد لآثار العسامل، ولا لله واحنا مبايعين بيعة وحده وتكفينا مدام. الملك عايش وحنا عايشين، ولجله انفادي وشبره ما يضام. ليه؟ لأن عنهم احنا نايمين. دونه عيال يشدون الحزام وينطحون الخصم بالجنب المتين. ودام حنا في رخاء وامن وسلام، الله يبعد عيون الحاسدين. ما تخوفنا خفافيش الظلام، ولا يزعزع فالوطن من كان وين، والوطن غالي وعيده كل عام يتجدد في قلوب المسلمين. لسانك صح لسانك، والله يحمي هالوطن وهالبلد، اللهم آمين، ويزيدنا الحمد لله هذه النعمة الكبيرة، هذا الأمن والأمان في ظل هذه القيادة الرشيدة الحكيمة. محمد، نرجع لموضوع تويتر. ونرجع لموضوع المسابقات اللي أقمتها في تويتر. حدثني عن المسابقات. أنا ما أقمت إلا مسابقة واحدة في بداية دخولي لعالم تويتر. كان قبل رمضان، قبل 3 سنوات. فجتني فكرة أني أسوي مسابقة، منها يصير لي تواجد كوني توني جاي جديد في تويتر. وسويت المسابقة على مدة رمضان بس. ليش ما استمرت؟ والله يا أخي هاي تبي لها ميزانية، تبي لها واحد يدعمها عنده درهم من واجد. مع أنك قدمت يعني جوائز فيها وكذا. هي جوائز رمزية بسيطة، بس عاد العربان تبى جوائز ضخمة. بالنسبة لتويتر ومسابقات تويتر، يعني في تفاعل، رضاك عن المتابعين؟
على نفس وقت المسابقة. نعم. كان طيب بالحيل وخدمني في البداية. مم. خدمني كمتابعين. ممتاز. بالنسبة للحساب، عندك حسابين حدث لهم اي ما تهكر. وفقت انا في البداية في الحسابات في تويتر. واحد تهكر، واحد ضيعت الايميل رقمه السري، وهلا عندي واحد وممكن اني بعد نضيع رقم الايميل بعد. ممتاز. طيب قبل ما ننتقل لأحد القصائد الاجتماعية عندك، خلينا الحقيقة مثل ما أنه برنامجنا طبعا هو قهوة العيد، خلينا نكون مع أول هالفنجان الجميل الرائع في قهوة العيد إن شاء الله تسمعنا عاد بعد هالقصيد إن شاء الله. أبشر. بسم الله. نسمع من أحد القصائد. صار في قهوة. لا صار في قهوة بتزيد القصائد. بسم الله. تبي قصيدة؟ اي نعم يا ريت. يقول يا صبر يلي من وراء حدك حدود، عضت شفايفنا يدينا الندامة، لو الصبر مذموم مرة ومحمود، اللي أسلمت من الاثنين السلامة، مكسبك من يمناك ولا من العود، ارتكبها على فراش الكرامة، لا تقول أنا اللي ما على لحيتي زود، الزود بعض أحيان زود الرخامة، تاخذ على الطيب مواثيق وعهود، ولا الردي حتى ما تاخذ كلامه، اللي مضيع وشور البيض والسود، مضيع مشيه ومشي الحمامة، لا تضرد المقفي على حجة يعود، خله يروح وعده في القيامة، اللي ما عنده عيب عن كل منقود، آخر علامة تشطب أول علامة، كل يحب أيامه شهود ومهود، ولا يحب الذل ولا انهزامه، أصدق من النسمة، اللي هبة النود اللي ملكت قلوب بالابتسامة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كتبت أغراض كثيرة في الشعر وما ركزت على الغزل كثير. أنا؟ صح. في بداياتي كتبت غزل، بالتالي ما ركزت عليه كثير. لا كبيت. السبب؟ والله مليت منه. يعني قصدك أكثر الشعراء يكتبون في الغزل؟ ما في شاعر أصلا ما يكتب في الغزل. كل الشعراء يكتبون في الغزل. فأنا ما عاد أستلذ بالكتابة. كبيت. ممتاز. طيب لو نسمع أو علاقتك بالإبل، محبوبتك الإبل دائما قصائدك فيها صحيح؟ الله دائما تكتب فيها. إيه السبب؟ يا أخي أحبها. أحبها والبيئة اللي أنا عايش فيها. عندنا هناك يقولون اللي الشاعر اللي ما يكتب الإبل ما هو بشاعر. وش نسوي؟ عشان كذا تعمقت فيها وحبيتها كثير. إيه أنا من يوم ظهرت وأنا معها وحبيتها. ممتاز. طيب نسمع من بعض القصائد الاجتماعية. أبشر. يقول البارحة صدري يتمر بها السباع، اللي من الوادي يتعدي في الجبل، أسمع تجاذبها الجياع مع الشباع، وعرف ذيب الشاه من ذيب الإبل، يلبس الواقع على الظاهر إقناع، وحنا نعيش الدور من بعد وقبل، لو الزمن يبكي على موت الشجاع، ما غنت العرضة وما دق الطبل، علامة أهل الطيب طايلة الذراع، يمنا مكارمها على الجزلة دبل، الوقت لا ضيق على صدور الوساع الضيق، لكن ما تضيق بهالسبل، يلا دخيلك من تشتات وضياع، ومن دبرة الجاهل ومن راي الخبل، أيامنا حبل سريع على انقطاع، وأماننا بالله وفي طول الحبل. ما شاء الله ما شاء الله صح لسانك. نرجع لمشاركتك في شاعر المليون في النسخة الأخيرة، خلينا نتكلم عن مشاركتك هذه. طيب شاركت النسخة السادسة في شعر المليون، تأهلت من الجولات لمرحلة المياه، ولا وافقني الحظ أني أروح 48. لكن توقعت أنك تحصل على هالمرحلة مع وجود عدد كبير من المتسابقين ما شاء الله. والله شوف، كل شاعر ما جاء للميدان هذا إلا أنه ضامن إن شاء الله أن يتأهل، لكن الحظ مرات يخون الشاعر، فما خدمني الحظ أنا لا 48. ممتاز. هل نقدر نقول إنه المنقيات والحفلات الشعرية خدمت الشاعر 100%؟ إيه. كيف؟ بالنسبة لقصائد المنقيات فيها مردود مادي للشاعر، وفي المجتمع أهل البل يطلع اسمها. يعني قصدك انها تجمع بين امرين، بين المردود المالي الكبير وبين الشهرة ايضا، يعني لها اسم يعني المنقيات. الله بس عاد تحتاج
الشاعر صاحب مهنة، يعرف الألبن، ما يجيني شاعر من برا ويغني في ألبن. يعني يكون إنسان فاهم في الكتابة الشعرية. إيه لازم يكون، وحتى المنشد في حتى المنشدين فيها أسامي في المجالات الثانية ناجحة، لو تلقى في ألبن مو بناجح. طيب ممتاز. هل نقدر نقول أن القصيدة خدمها المنشد أو الشعر خدمها المنشد؟ لا، القصيدة هي تخدم نفسها، المنشد يوصلها، يمكن يوصلها صح ويمكن يضرها. المنشد يمكن يعطيها حقها وتصل، ويمكن أنه القصيدة تكون زينة والمنشد بالحنه يدمرها يضعفها. فالمنشد له دور. له دور. ممتاز. نسمع من القصائد. أبشر. يقول الحب فالله سفينة عابرة في بحر، الصدق يربط علاقتها بركابها، تشيل في متن رحلتها مئات البشر، محفول مكفول والرحلة على حسابها، واللي يبيح خفاها الوقت ما يستمر، لابد ما تحذفه في البحر معبابها، ما كل خوة لها وجه ومقام وقدر، مدام ما قدرت مقامها أصحابها، عيال عم اللزم وعيال بطن وظهر، كم فرقت بينهم بقعة مشعابها، الصبح يكشف ستر والليل يدرى ستر، اللي كشف ما بها واللي ستر ما بها، ما تكتمل بسمة المكسور لو انجبر، الحزن يظهر ملامحها وينتابها، الناس ما كل واحد بادي من الصفر، بعض البشر من نهاية ناس تبدأ بها، إن كنت شاطر ولك مبدأ ووجهة نظر، حاول تثير العباد وتكسب إعجابها، والدايم الله ولا فوق البسيطة مقرب، بد من ساعة تقف على الأسباب. صح. خلينا نتكلم عن تعاونك مع المنشدين، كيف تعاونك معهم؟ والله نص ونص. تحس انك مقل؟ انا مقل حتى في كتابة القصائد. انا مقل في كتابة القصائد، وانت الظاهر انك تبى ابي اطلع المحصول كله. لا نرجع لموضوع علاقتك مع المنشدين، كيف علاقتك معهم؟ العلاقة الشخصية طيبة. جميل. التعاون يمكن 4 أو 5 تعاونت معهم. نذكر ابرزهم مثلا. فيه عندك مهنا الدلبحي، وحاكم الشيباني، وناجي باصم اليامي، وعبد الله بن نعيم العازمي، ورايد الغضباني، مجموعة. اخترت انت الاسماء الكبيرة هذه؟ يلا الله. انا اللي مختارها. جميل ممتاز. يعني خدمت القصيدة او خدم المنشدين الكبار ايضا القصيدة. اي صح اكيد يخدم. المنشد انا قلت لك يخدم، بس في حالة يمكن يضر. يعني قصدك إذا كان المنشد أيضا ما هو بقوي ممكن يضر القصيدة، ممكن يضرها إذا كان ما هو بقوي شهرة ولا ما هو بقوي صوت يضرها. ممتاز. هل صوته مو بزين؟ لا ودك ما يغني. ممتاز. على طاري الشيلات ومشيلات وهذه، ما فكرت محمد بن هضيبي في يوم من الأيام يشيل شيلة من قصايده؟ ألا أنا أشيل بس عند البل. عند البل بس؟ عند البل. وغيرها؟ الله يحييك. والناس الله يحييك. لا شوف، يا ليت والله، أنا والله ودي أسمع منك صراحة، يعني مقطع لو شيلة. أبشر بس إذا جينا إن شاء الله، إذا جيت عند البل لازم نروح عند البل إن شاء الله. وهنا ما نقدر نسمع له بيت واحد؟ لا والله ما أقدر، وبعدين أنا ضد الشاعر اللي ينوع. هذا بالنسبة بشكل عام. إيه. لكن احنا نقول بيت. احنا الآن نقول بيت واحد. تفتح لي درب. احنا إيه. لا أنا ما بيفتح الدرب ذا. لا وبعدين أنا يعني ماني منشد أصلا. وتهاجن في البيت. الأصوات هذه ما حد يغني معها. وتهاجن في البيت. لا عند البل. لازلت مصر أنت عند البل. يعني هنا ما راح نسمع، يعني لو أنا أغني شوف حلو أنا أبغى أسمع عند البل، واللي صرت أنا وياك متخوين في طرقة. أبغى لكن على وسائل الإعلام ما قد لا شلت أبدا يعني. لا أنا على الإعلام شاعر بس. طيب نرجع نسمع قصيدة. أبشر. عاد اختار، عاد ما شاء الله اختياراتك كثيرة. عطنا من الغزل شوي، جربنا شوي. أبى أجيب لك سالفة وقصيدة. إيه. وش رأيك؟ ونبي بعدها غزل. أبشر. تبى السالفة والقصيدة؟ السالفة والقصيدة وناخذ بعدها غزل. زين. هذا واحد شرى له طير.
وهو مو بصقار. مشيت قلت أنت ماني بخبرك صقار، وش عندك في الطير؟ قال أنا شريته أبي أستانس أنا وعيالي عليه، نبي خميس وجمعة نطلع نتمشى. عاد خميس وجمعة ترى قدام السبت يجي. فالطير يا أخي حر وتعذبه كذا، لا أنت بلي عاد تبى تقنص ونقول صقار وقانص. قلت طيب أنت الحين تبى تطلع وش بتسوي به؟ قال أبي أفك على حمام. قلت طيب وأنت تعرف؟ قال لازم أجوع قبلها بيومين. رحت من عنده وسويت قصيدة قلت رب أنها تشفع على الطير يفك. يعني وكأنها اللي ما يعرف الصقر شوي. فأقول يا طير يوم أشوف فيك المسابيق وأشوفك موقع على غير موقعك، عرفت مالك من يديهم مطاليق، رماك حظك الأوادم تطمعك، هم ما دروا باللي تشيله من الضيق، هم ما دروا باللي تشيله من الضيق. يا طير يوم أشوف فيك المسابيق وأشوفك موقع على غير موقعك، عرفت مال الحر يمه وتوفيق والبوم بجناحه، عرفت مالك من يديهم مطاليق، رماك حظك للأوادم تطمعك، هم ما دروا باللي تشيله من الضيق، ولا جرحهم ما يحسك ويوجعك، يوم أنت من زالك بعال الشواهيق تطلع وتشهر، والمطالع مطالعك اليوم غير، ودون صيدك مطافيق ناس على صيد الحمامة تجوعك. ما كانك اللي حر يا طير وطليق، ولكن مخلابك صيدك مشبعك مثلي ومثلك علته بالمعاليق، واللي شبعني يشقر الريش سابعك تشكي من الضيقة، يشكي من الضيقة وغنى الطواريق وتكفى خبريشك، كأنك تقول سامعك يا طير يوم لد بالعين وافيق واشوفك موقع على غير موقعك، عرفت مال الحر يمه وتوفيق والبوم بجناحه، خطير يروعك وان كان ما لدلك ولا المخاليق، ولا الولد البوم وقع بصبعك. صح لسانك. طيب ننتقل من موضوع هالطير ونروح إلى زاوية ثانية. المنشدين في جيلك نهجوا منهج في المنشدين عفوا الشعراء. إيه؟ الشعراء، لا المنشدين عشان ما تدخل أنت فيهم وتقول أنا ما أقدر أشيل شيلات. خلينا نقول الشعراء في جيلك والمنشدين كلهم، والله لا الشعراء ولا المنشدين كلهم. لا زين. لا بقول حتى المنشدين وحتى الشعراء. طيب. نجد في كثير من القصائد اللي تغنى لهم فيها مدح. أنا أشوف أنك مقل في جانب المدح، صحيح؟ إيه أنا مقل في جانب المدح. السبب؟ هذا القصور مني أنا ولا الطيبين واجد اللي يستاهلون المدح؟ القصور مني أنا والطيبين والله واجد اللي يستاهلون المدح، لكن أنا مقل في الشعر كله. أنا الشعر لكن إن شاء الله بترجع وبتسمعنا. أبشر. إن شاء الله إنك بترجع وبتسمعنا الغزل اللي قلتنا. أبشر. يلا بنتقهوى الحين طال عمرك بهذا الفنجال، وبنسمع طال عمرك قصيدة غزلية. طيب. بس عاد نبيك تختارها عاد من مختاراتك. طيب أعطيك غزلية. يقول أنا لي 3 أيام وأنا أتحلم فيك، وإلى من وصلت موادع قمت من نومي، أحاول بكل اللي عطانيك ما أخليك، لو إني ما عاد أنام ومواصل يومي، إذا النوم وأحلامي اللي نمت ما تبغيك، أنا أبغيك ما أبغى نوم ليلي ولا حلوم، يصب على طلتك وسهر على طريق، وغيري من العشاق معطى ومحروم، يا كم عاشق قلبه للإيجار بالتمليك، وعلى شارعين ولوحته تشر وتومي، يبي يجره هذيك ويوجره هذيك، وهو الدهنة لو لقى يجره يومي، وأنا ما أعطيتك غير قلبي وملك يديك، يا أول ويا آخر من قلط فيه معزومي، عشاني معزة في محبتك ولا بكيك، ولا أصيح من فرقاك وقطع هدومي، أنا ما اهتنيت بلذة الحب قبل أجيك، ولا لاحت بروقي ولا هلت غيومي. صح. محمد بن هضيب، بالنسبة لموضوع المساجلات الشعرية وهذه لك فيها برضو؟ لا اللي بس قصيدة واحدة. أنا في مع مين؟ أنا جتني قصيدة لعبد الله بن عون الشاعر الكبير، ومجريها الشاعر علي بن صامل العازمي، أعجبتني وجريت. تذكر منها شيء؟ إيه سمعنا.
تبين كلهن؟ عطنا والله. طيب عبد الله بن عون يقول عسيبا عليها الراعبية تجر الصوت، تهزه اليا منه ركد بالتفاتتها، تجر الونين لحالها والحمام سكوت، اليا سمحة على الولع ونتها، تخفف بجر الصوت عن صدرها المكبوت، وانا صرت من بدل اوادم ضحيتها، تحرك جهاز مولع القلب بالريموت، وتجر المشاعر لين تعطي جريرتها، غريب لحنها ما يباعد لحن بخوت، على الله أكبر كم بخوت عمتها، ونظن في الورقة وظني هو المثبوت شعاها المفارق، لين هاضت قريحتها، لكن الفراق يعالج لا، فراق الموت هو اللي يا مر الموليف شتتها. جراه علي بن صامل العازب قال جذبني كلام عن جميع الكلام يفوت، يصور معاناة الحمامة وقصتها، كلام يذكرني بقصة عقاب ونوت، حجرت المشاعر راعي الولف فتتها، من الشاعر اللي لن جلس بالقلم والنوت، يعرف المعاني والبحور وشلالتها، رسمها مثل رسم العلامة على الكبوت، وله مخطي لو نسبها لخالتها، حداها عن الخد الدكاكة عن المروت، علشان غيره ما يقصون جرتها، ورماها بغبة ما نشد عن فمية الحوت، ما يحمي نوادر درها غير غبتها. جريتهم أنا قلت شعتني بيوت إلا المولع شراب وقوت، وحنت قريحة خاطري لين جارتها، نوادر بيوت ما توصف علي بيوت، تحرك مشاعر خاطري من بدايتها، من اللول والمرجان والدر والياقوت، قلادة عيوف في ضحى العيد لبستها، لكن الحمامة ما على حالها مشموت، حزينة وحالة من تعنيها، حالتها توزع لحنها مثل توزيعة البلوت، مخالط نعوم الصوت هزين بحتها، تسمعت فيها لا معنا ولا مبخوت، وهي ما ترأخت لين دعوة جابتها. صح كانت تعتبر من المجارات اللي يعني كانت فيها. طب لما ننتقل لموضوع الأمسيات والمشاركات، لك في الأمسيات كثير ولا مقل بعد مثل الشعر؟ لا مقل. إيه؟ الخاصة والرسمية ولا كلهم؟ لا الرسمية يمكن ما هي بكثير، يمكن 2 ولا 3. الخاصة الزواجات اللي فيها تشارك فيها. اللي فيها. ممتاز. نسمع في الغزل. طيب يقول لا يا وجد روح جارحتها، صواديف الليال ومجزعتها، وعين ما تذوق النوم ساعة، على اللي سافرت ما ودعتها، تقطع دونها وصل التلاقي، ولا جتني علوم من جهتها، هذا عامين والثالث وحوله، تقول الأرض شقت وبلعتها، تقطع دونها وصل التلاقي، ولا جتني علوم من جهتها، هذا عامين والثالث وحوله، تقول الأرض شقت وبلعتها، مداهلها القديمة يوم جيها، سلي خاطري بمناظرتها، سق الله ما بقى من دار ليلة، رسوم ما بقى إلا تاليتها، على طلال من الحب الحقيقي، يردد للمحبين أغنيتها، وسمني حبها واسمني بيبقى مثل واسم المطية برقبتها، تعلق حبها بين الحنايا، وسمني حبها واسمني بيبقى مثل واسم المطية برقبتها، تعلق حبها بين الحنايا، أبى أنساها وروحي ما نستها، رقابي حبها حتى وصل بي لابوها أمها اللي جايبتها. صح لسانك. صح لسانك. بالنسبة للأبيات الشعرية، يعني هل في يوم من الأيام كتبت أبيات مثلا وصارت يتيمة؟ إيه كل بيوت تويتر يتيمة. اللي 120 حرف كلها يتيمة. ما كملتها؟ ما أقدر. يعني في أبيات كتبتها كثير في تويتر 120 حرف ما قدرت تكملها؟ كل أبياتي اللي في تويتر ما قدرت أكملها. ليلها تيجي الفكرة وترسم عندي على بيتين، خلاص ما عاد أقدر أكملها. أشهر بيتين؟ والله ما أدري، واجد. يقول لا تعلمنا ورد العلم عنا، الكلام اللي تقوله ما طوله، أنت شبعان من النعمة وحنا شابعين من الكلام اللي تقوله. يعني كلها بيتين يعني. كلها بيتين. ممتاز. الحقيقة أبو الشاعر حمد هضيب، والله الحقيقة يعني ابن هضيب فعلا الاستماع لهذه القصائد الجميلة معك نستمتع فيها أكثر وأكثر، وسعدنا أن تكون معنا ضيف في داخل هذا الاستوديو، وأنت قادم
من ساجر. الحقيقة تحية لك وتحية لجميع أهالي ساجر، وتحية لكم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنت بخير، وأنا أسعد وأشكرك يا أبو محمد، وأشكر أخوي سلطان، والله الله يعينكم على الاستضافة. الله يعطيك العافية، وإحنا نشكرك، وتحياتنا بس تنقلها إن شاء الله للأخوان في ساجر، عاد لا تنسى وصل التحية لهم وإن شاء الله تجونا. الله يسلمك، بالعكس الشرف لنا والله، الشرف لنا. وأيضا لكم مشاهدينا الكرام، حين كنا نحن وإياكم في هذه الحلقة التي تعتبر الحلقة الثالثة في برنامج قهوة العيد، وقد كنا انطلقنا معكم في أول أيام هذا العيد السعيد لعام 35 و400 وألف في قناة المرقاب وفي شاشة قناة المرقاب الفضائية. طبعا لم يبقى إلا نشكر الحقيقة شاعرنا، ونشكر كل الضيوف اللي كانوا معنا. طبعا راح يكون معكم بإذن الله تعالى في الجزء الثاني الزميل خالد اليمني مع أحد الضيوف القادمين من خارج مدينة الرياض، خلونا نتعرف عليه بعد قليل، وخلونا مع هالكليبات، ثم نعود بعد قليل مع الضيف اللي بيكون معاكم في الجزء الثاني. شكرا. قالت لا تحداني، بتحبني مرة أحبك 100 مرة، يعني لو تحب شباني علشاني، حبيت ربك من العرض لي الحارة، بنت الفخر سيدة شعري وقفاني، في كل ذكرى على بالي لها جرة، مرات ترضيني ومرات تعصاني، عيونها الكبر يا حلوة ويا مرة، قلت التواضع حلو يا سيد خلاني، قالت هذا شيء راجعني وانا حرة، محبتك واسم ابوي وصيت جداني، زادت شموخي شموخ وصرت من غرة، من يوم ما قمت تكتبني وتقراني، شوف كل عذرة طويلة عنق من حرة، من وصفك نمشي اللي ضل أوجاني اللي من أول بيت محمرة، أخذت قلبي وهو لعيال عماني، يعطيك من خيره ويكفيك من شره، صادمت بحر الخطر كله علشاني، يا زينة قصة الغواص والدرة، والله ما سوي بحبك واحد داري، يا واحد من غلاها ضر من ضره، على انك احيان تذكرني وتنساني، اوعدك ما صافح النسيان بالمرة، قلت اتحداك قالت لا تحداني، قلت اتحداك قالت لا تحداني، بتحبني مرة أحبك 100 مرة، يعني لو تحب شباني علشاني، حبيت ربعك من العرض لي الحارة، حبيت ربعك من العرض لي الحارة، حبيت ربعك من العرض لي الحارة، حبيت
ما بقى فيني بقايا كل ما فيني هديتك جيت ابهدلك قصيدة رحت لك كل هدية ما بقى فيني بقايا كل ما فيني هديتك جيت ابهدلك قصيدة رحت لك كل هدية ترخص الدنيا عشانك وش بقى بي ما عطيتك لو تبي تاخذ عيوني جاتك عيوني عطية اول ابياتي احبك واخر ابياتي فديتك لو بغيتيها قصيدة شلتها لك سامرية ما بقى فيني بقايا كل ما فيني هديتك جيت ابهدلك قصيدة رحت لك كل هدية مع مجانين المحبة صرت مجنونك وجيتك مثل قيس بن الملوح وانت ليل العامرية عن متاهاتك رحلت وفي متاهاتي لقيتك واكتشفت الارض تاخذ منك سر الجاذبية ما بقى فيني بقايا كل ما فيني هديتك جيت ابهدلك قصيدة رحت لك كل هدية الجزر والمد عندي بين لو وبين ليتك والبحر لو كان هادي ترجع امواج قوية عالم النسيان حطك داخل الفكر ونسيتك من كثر ما ودي انسى دايم تطري علي ما بقى فيني بقايا كل ما فيني هديتك جيت ابهدلك قصيدة رحت لك كل هدية انت في ارض الحنايا تشبه الورد وجنيتك فحت في صدري عبير ولمسة اوراقك ندية اكسري ضلع بجوفي وبخري بالقلب بيتك مبخرك صدري وضلعي لك بخور الجاونية ما بقى فيني بقايا كل ما فيني هديتك جيت ابهدلك. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من قهوة العيد. الجزء الأول كان مع زميلي الأستاذ علي الموينع وأيضا ضيفه الكريم. نرحب بكم مرة أخرى في الجزء الثاني وفي الحلقة الثالثة لهذا اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك عبر شاشة قناة المرقاب اللي كانت معكم أيضا ما شاء الله تبارك الله في برامج عدة وفي نقل مباشر وفعاليات ما شاء الله تبارك الله من أعلن اليوم العيد إلى الآن ما شاء الله تبارك الله. وكما تشاهدون هذه الفعاليات والنقل المباشر على قدم وساق تشكر قناة المرقاب على هذا الجهد الطيب. ضيفنا اليوم معنا كل يوم معنا من بداية العيد كان متواجد معنا لكن ما شفتوه سمعتوا صوته منشد الشارة الأستاذ محمد الخرعان. محمد حياك الله. الله يبقيك أخوي خالد وكل عام وأنتم بخير والله يجعلنا وياكم إن شاء الله وإخوان المستمعين والمشاهدين المقبولين يا رب إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. طبعا نشير أن الأستاذ محمد يعطيه العافية جاي من أرض مسافة 300 كيلو تقريبا من الأفلاج يعطيه العافية. المنشد محمد الخرعان له ما شاء الله تبارك الله في السوق وأيضا له أعمال إنشادية من ضمنها الشارة اللي كانت طيلة أيام العيد متواجدة معنا. كنت أنت حاضر معنا. الله يعطيك العافية ولنا الشرف يا أستاذ خالد أن تكون الأنشودة حاضرة معكم في هذه القناة المباركة. نعم. لنا الشرف والشرف. أستاذ محمد طبعا في العيد وأيام العيد له فرحة صح وله واقع شيء في النفس. حدثنا عن عيد أيام طفولتك. والله العيد طبعا في المحافظات عندنا تختلف. يختلف العيد طبعا عن العاصمة الرياض وعن غيرها من المدن. عيد المحافظات لها طعم ولها نكهة خاصة. أنت في الأفلاج من الأفلاج من ليلة الأفلاج وأتشرف أن أكون من أبناء هذه الديرة الغالية. طبعا مدينة محافظة الأفلاج تعتبر محافظة يعني متطورة بمحافظها ببلدياتها بدوائرها حكومية برجالها ما شاء الله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طبعا عيدنا الحمد لله في الأفلاج عيد مبسط وعيد يعني الله يعطيك العافية عيد مبسط يعني وعيد الحمد لله يعني في اجتماع القلوب اللهم لك الحمد الله يعطيك العافية قريب يعني في عادات يعني كيف اي في عادات وما زالوا الناس متقدمين متمسكين بهذه العادات مثل كليب العيد شعشع. طبعا مثلنا للشيء هذا على هالافلاج. طبعا في ناس متطورين بلبسهم وعندهم يعني مباني فخمة لكن ما زالوا متمسكين
ببيوتهم القديمة، ببيوت أجدادهم، وإن جبنا فكرة الكليب على هالأفلاج. يعني لا زال بعض الأهالي الأفلاج ما زالوا يعيدون متمسكين. بالبيوت القديمة. نعم ما زالوا يعني وضعوها بس فقط وقت الأعياد أها. يعني يتعيدون في البيوت القديمة. يعني ولها صدى ولها ذكرى ولها يعني. طيب هذه الآن يعني لا زال الآباء كبار السن لما يشاهدون البيوت القديمة يسترجعونها يعني. طبعا ولا قاطع والدك أخوي خالد، ما نجح الكليب إلا اللهم صل على محمد فكرته. فكرته كانت متمسكة بالشيء القديم، يعني حتى اللبس اللي قالوا بعضهم ليش ما خليتوا اللبس قديم؟ قلنا هذا عيدنا في الأفلاج. في ناس عندنا يلبسون اللبس الجديد وكذا، لكن ما زالوا متمسكين بعاداتهم القديمة. والحمد لله واجه استحسان الكثير، اللهم لك الحمد، ومن نجاح لنجاح إن شاء الله. أنا خليني أسألك عن محمد أيام الطفولة. محمد يوم كان 5 سنوات 4 سنوات، كيف العيد كان معاه؟ وش أغلى عيدية أخذها يعني؟ عشان نقول خذ 5000 6000 عيدية. لا أنا عيديتنا طبعا لجت عندنا شروخ وصواريخ. طلع عيد له لذة. طبعا الحلاوة أول، الحلاوة الصغيرة تأثر في الطفل إلى الآن. إلى الآن الحمد لله يعني الأشياء البسيطة تأثر. لكن العيد الأول ما زال على يعني ما زال العيد يعني طبعا العيد القديم وعيد الطفولة غير العيد الجديد وعيد يعني في الكبر، لكن الحمد لله طيب. ما زلنا متمسكين بأشياء من العيد القديم. نعم خلينا أسأل عن كليب شعشع. الفكرة كلمات بألحان من طبعا الفكرة وخذناها يعني ما شاء الله سمعناها. والله العيد شعشع من كلمات الشاعر المبدع الشاب عبد العزيز الدريهم. شاعر ما شاء الله مبدع ولها أعمال كثيرة. ألحان متعب الشعيب، من تصوير وإخراج المبدع القادم بقوة حسن جنيب. طبعا حسن جنيب جزاه الله خير ما قصر في هالعمل، أفنى كل وقته في التصوير وإخراج هذا العمل لين يطلع على الشكل المطلوب. اللهم طيب هذا كيف كان الفكرة بدايته والإخراج صورتوا أنتم في محافظة الأفلاج عندنا في المبرز عندنا في المحافظة. هي فكرتك صح؟ طبعا فكرتي وفكرة حسن جنيب. طبعا حسن عرضت عليه وتشاركنا في الفكرة. والحمد لله يعني مع الشباب اللي اجتمعوا كل واحد يطرح فكرة وطلع الكليب على شكل المطلوب. اللهم لك الحمد. يعني الآن هذه بدأت الفكرة الآن واستغرق منكم وقت التصوير يعني أخذ وقت كثير؟ والله أخذ يومين تقريبا. أخذ يومين. إيه. يمكن كنتوا جهد يعني متواصل. طبعا اي جهد متواصل، وطبعا الفكرة ما جيت الا قبل العيد ب3 أيام أو 4 أيام، ونزلنا الكليب ليلة العيد يعني في وقت يعني، لكن الحمد لله نعم لاقى استحسان الجميع. اللهم ما شاء الله يعني خطوة جميلة ما شاء الله، في جهد جبار وعمل إخراجي رائع جدا ما شاء الله تبارك الله يعني، ولاقى صدى ما شاء الله تبارك الله. لو تشوف يعني إن ما جبنا زي المصورين والأجهزة والستاندات هذه، لكن شيء بسيط مبسط، كاميرا الواحدة اللي صورناها بكاميرا واحدة فقط. كاميرا واحدة عادية. طبعا أنا ما عندي خلفية في التصوير ولا أسامي الكاميرات، لكن الأستاذ حسن جنيب مبدع ما شاء الله. طبعا هو صور عندنا في التيه الطويل، عندي كليب في التيه الطويل صور جزء منه، وصورته شركة الجزء الثاني، والحمد لله يعني التيه الطويل بعد كذلك لاقى استحسان ناس كثيرين. نعم. إذا أستاذ محمد أنه الآن هل هناك في طور الآخر لإيجاد كليبات أخرى بإذن الله إن شاء الله؟ في فكرة كليب يتكلم عن الفقر. يعني الفقير يعني عاش فقير واجتهد وجد على نفسه مستقبلا، يعني زانت حالته وزانت أموره المادية، لأن بعضهم تفكيره أن الفقير يموت فقير. والحمد لله يعني إن شاء الله الفكرة هذه بإذن الله قريب سوف يطرح إن شاء الله الكليب نعم. على اليوتيوب وإن شاء الله وعلى شاشات. نعم بصراحة هل توقعت نجاح في كليب شعشع؟ توقعت نجاح؟ والله كله توفيق من الله سبحانه وتعالى. التوفيق إذا جاء الواحد توفيق من الله، وإن شاء الله دعاة الوالدين. طبعا ما توقعت أن يصل النجاح هذا، لأن اللي حبوه الشيبان الصراحة، شافوا الفكرة وشافوا الحمد لله. نعم. هل هناك احتفالية قمتموها بخصوص بعد نهاية طبعا سوينا احتفالية طبعا شيء مبسط ويا فريق العمل. احتفالية في نفس البيت جميل اللي مثلنا فيه. نعم.
نعم. إذا سلمك الله، يعني الآن هذه الآلية وهذا الآن ما شاء الله الكلب اللي حقق نجاح الأستاذ محمد، فكرته نبعت ما بين الماضي وربطه هذه كذلك بالحاضر. نعم. ألا تتفق معي؟ نعم كذا. فكرته كذا تقريبا. طيب أستاذ محمد، بصراحة يعني الآن لما تشاهد الآن نجاح هذا الكلب، يعني الآن من له الفضل يعني بعد الله سبحانه وتعالى في نجاح هذا الكلب؟ هل لك والله بعد الله الفضل طبعا المخرج والمصور حسن جنيب وطاقم العمل اللي مثل في المعنى، يعني كل واحد له فضل وكل واحد يستاهل حبة راس على يعني جزاهم الله خير. أفنوا وقتهم في وقت وجيز، يعني يومين تصوير، وكانوا ضاغطين على أنفسهم لين طلع الكليب على الشكل هذا. طبعا كل واحد له منهم فضل ويستاهل على ما قال حبة راس، وإن شاء الله أتمنى نكرمهم بأكثر من كذا بإذن الله. طيب من هو كاتب السيناريو؟ حسن جنيب. نفس حسن جنيب، نفس المصور وهو المخرج. هو يعني ما شاء الله اللي كتب السيناريو وفيه أخونا إبراهيم البحري، إبراهيم بن زيد. طبعا جزاه الله خير، يعني ما قصر، شارك في السيناريو وشارك في الإخراج، لكن حسن جنيب تقريبا يعني هو اللي في التصوير والإخراج أكثر. هو ما شاء الله يعني قائم بالعمل كله. يعني هل هناك كان مثلا تخطيط له مسبقا في هذا العمل ولا كليب؟ يعني أوجدتم له تخطيط مسبقا؟ لا والله التخطيط جاء تلقائي، والحمد يعني أقول لك في وقت خلال 3 أيام خلصنا كل شيء ما شاء الله. نعم، حتى أن ضغطنا على أنفسنا في اليومين الأخيرة. يعني يوم طرحنا الفكرة تقريبا أخذ منا يومين كاملة التصوير. يعني يومين كانت إرهاق لكم في التصوير؟ والله إرهاق يعني، بس الشباب جادين على أنفسهم. يعني تقريبا صورنا جزء كبير، إننا طبعا مشتغلين بعد الفجر. حتى أول ما تطلع الشاشة كان فيه الشاشة اللي في الواجهة نخيل، وهذه مصورين على الطبيعة. مصورين على الطبيعة. طبعا أول ما يطلع الكليب يطلع بصورة خروج الشمس، إنهم مصورين على الطبيعة. نعم. إذن أستاذ محمد، يعني الآن أنت الآن في النية في تطور إخراج عدد الكليبات قادمة، في الكليبات الآن هذه تنوي عرضها لشركات مثلا، بيعها أو ربحها مثلا في الأيام القادمة؟ والله أنا عندي أهم شيء نجاح العمل. طيب لما نشوف الكليب شباب. طيب شوف ما شاء الله تبارك الله. هذه طبعا مصورين هنا في الطبيعية، كل التصوير طبيعي. الحمد للولي عليم التخافي، الواحد المعبود رب البرية، رب العباد مدبر الأمر تدبير، العالي الرزاق جزل العطية، من رحمة اللي في يديه التدابير، العيد شاشة في سمانا بضية، أضف على الدنيا سرور وتباشر، فيها الشفايا بالتبسم حية، والكون فاحت بعفو قال زاهر، وزكى ورود كونت مزهرية، يا عيد يا عيد الوصل والمساير، فيك المواصل واللقاء والهدية، فيك المواصل واللقاء والهدية. الحمد للولي عليم التخافي، الواحد المعبود رب البرية، رب العباد مدبر الأمر تدبير، العالي الرزاق جزل العطية، فيك الهنا بين الوجيه المسافي، ما للتنافر في ضحى العيد شيء، ما همنا يا عيد فيك الدناني، لا طمعتنا نفسنا الطامعية، لا ضامنا زود العنا والمشاوير، وفرحنا يا عيدنا معنوية، فرحة تعوضنا جميع المخاسير، يوم النفوس بشوفها الهرضية، يوم النفوس بشوفها الهرضية، يا عيد لك فرحة ونشوة وتأثير،
عند النفوس المتعبة الشقية، يا عيد يا جبر كسور المعاثير، يا واحد فيها عن الضيم فيا. يا عيد لك فرحة ونشوة وتأثير عند النفوس المتعبة الشقية، يا عيد يا جبر كسور المعاثير، يا واحد فيها عن الضيم فيا. في كل عام الله يحييك بالخير، يا رحمة الرحمن جازل العطية، واختامها يا السامعين المناعي، صلوا على المختار صبح وعشية، صلوا على المختار صبح وعشية، صلوا على المختار صبح وعشية. الحمد للولي عليم التخافي، الواحد المعبود رب. ما شاء الله تبارك الله، أبيات جميلة جدا وفعلا يعني أنا بصراحة يعني ما شاء الله أهني الأستاذ محمد على نجاح الكليب جدا رغم قصر جد المقطع، إلا أنه ما شاء الله أنت جمعت بين الكبار الرجال والنساء والأطفال ولا ما شاء الله تبارك الله. هذا الروح اللي بين شاهدناه في العمل والنجاح، رغم أشوف يعني ما ياخذ ولا دقيقة تقريبا أو دقيقة ونص تقريبا 3 دقائق هو كامل، أقل دقيقتين أقل من 3 دقائق ممكن بثواني بسيطة، لكن بفضل الله ثم بعد بفضل اللي تشوفه أبو محسن هو الكبير في الكليب، هو طبعا أبونا أبو محسن ما قصر يعني. ناصر بن محسن البوجين شارك معنا في العيد شعشع وفي فيديو الكليب التيه الطويل. نعم، يعني هذا ما شاء الله ابو محسن الان والاطفال يعني عندكم في الحاره؟ اي كلهم موجودين ومن ضمنهم عيالي ممثلين معهم بعد. ما شاء الله تبارك الله. كان وريتنا نشوف العيال نشوفهم. والله موجودين لكن ان شاء الله نستضيفهم ان شاء الله اصلا. طيب استاذ محمد نبي نسمع منك. يعني نبي نسمع منك الحين، احنا سمعنا الكليب الان نبيك على الهواء امام المشاهدين وجمهورك ما شاء الله اليوم ما شفنا في تويتر ما شاء الله. الله يعطيك العافيه ويسعدنا ذلك. الله يرضى عليك. المشكله اني ماني بحفظ، هذه مشكلتي الابيات. هذا كل المنشدين دائما يقولون ماني حافظ، هذا ايش السر؟ ليش والله مشكلتي ماني بحفظ الابيات. طيب سمعنا. طبعا في ابيات عن العيد. نعم. جتني في الواتساب ضمتي الشاعر محمد بن فطيس. حلو. بس عجبتني. والله الصوت راح من لكن ان شاء الله ان شاء الله توكل على الله. بشيله بشيله. تعطينا شيله. اي طيب تفضل. بيتين نتكلم عن العيد. العيد ما يحتاج له كثرة هدوم، يحتاج له وصل سلام ومودة، عايد بني عمك وخصص لهم يوم، باب الزعل والكره والبغض سده، زور الذي ما يقدر يصوم ويقوم، الشايب اللي هده الكبر هده، وزور المريض اللي جفت عينه النوم، اللي قضى دهره طريح المخدة، اللي قضى دهره طريح المخدة. الله الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا استاذ محمد لك فترة انت غايبا عن الساحة الانشادية يعني. انا شفت لك فترة يمكن ما يقارب 7 شهور 8 شهور. هل كنت يعني تحضر العمل القادم يعني غير والله غير شعشع النور؟ ممكن اخر عمل كليب التيه الطويل تقريبا قد له 6 شهور. انا قلت من بعدها يعني انا والله ود قطعت يعني. طبعا انا بدايتي يعني قريبه من بعيده. بس بفضل الله ما كان الحمد وجدت قبول من بعض الاقارب وبعض المحببين لي. نعم. فمارست هذا
المجال وتعمقت فيه. لكن اللهم صل على محمد أنا ما زلت مبتدئ. بديت أفك أول تقريبا أول ما بديت كنت ودي يطلع كل أسبوع عمل، لكن الحين عقب ما دخلت في المجال وجدت أنه مجال صعب مو بسهل. نعم. مو بأي واحد يعني. طبعا ودي الواحد يتطور من ناحية المقامات، من ناحية يطور نفسه أكثر. أنا ودي وطحت في يعني صراحة عجبتني فكرة الكليبات. أرى أن لها قبول أكثر. يعني تشوف قبولها الآن فكرة أكثر؟ الكليبات نعم قبول أكثر، لكن ينقص الشيء من الداعمين صراحة لو فيه داعم يدعم الشباب لو وجدت أفضل إن شاء الله. نعم. في الساحة الإنشادية. نعم. دعني أسألك، يعني الآن تشوف أن القبول الآن في الكليبات أكثر من لما كانت في الاستديوهات وتباع في التسجيلات ولا؟ طبعا الحين أول السديات والكاسيتات أول لها مجال أكثر، وطبعا اليوتيوب الوقت ما خلى شيء الحين. طبعا أي واحد ممكن يتسرب أناشيد منه أو يتسرب من قبل ما ينزل السيدي أو الكاسيت. نعم. لكن الحين وجدنا أن اليوتيوب أفضل طبعا. نعم. المنشد محمد الخلعان جمع ما شاء الله تبارك الله بين الإنشاد والشيلة، كيف جمعت بينهم؟ والله توفيق من الله سبحانه وتعالى. أنا جربت الشيلات. طبعا بعض الزملاء وبعض الأقرباء مني قالوا جرب الإنشاد، ودخلت في الكليب العيد شعشع. وجدتها بعدها وجدت قبول. قلنا نجرب الشيلات والكليبات والأناشيد، يعني ما في فرق، كلها تعتبر إنشاد، لكن فيه ربما تسمع العمل تميز أنت كمستمع أن هذه شيلة أو تميز كأنها انشودة. طيب هل هناك عمل حاصل إن شاء الله يعني حيكون قناة المرقاب؟ والله قناة المرقاب قناة غالية، وأنا مستعد من هذا المنبر أي شيء بقناة المرقاب وأنا أقدر عليه تحت أمر الله. كفو كفو والله بيض الله. طيب الله يطول عمرك. كفو تستاهل. الله يعطيك العافية. قهوتنا لكن المرة هذه بنقهويك. أبد الله يرضى عليك. أنت ضيفنا. أنا والله ما بشرب قهوة، ماني بشربها والله عشان بس لكن أنت ضيفنا احنا نقهويك. جل عمرك طويل هذا رجال. آمين تسلم والله. الله يرضى عليك. هذه برودة من أخوك. جل عمرك كثر خيرك يا رب. نعم. عندي الأسنان. محمد تركز على المهرجانات؟ والله أنا جاني عرض المهرجان في الخفجي. طبعا أول عيد واعتذرت، يعني طبعا العيد عندنا في الديرة ما يتفوت. وجمعة العائلة وجمعة الأهل. طبعا والله المهرجان ضعيف الطلب عليها، لكن إذا جاني أي طلب أنا وفي وقت يعني إني أطلع لهذا المهرجان أو إني أحضره أنا ما عندي أي مشكلة. لكن شفت قبل المادة إني أقدم الشيء، قبل يعني إني أفكر ماديا إني أقدم شيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ثم يعني يرضى. لكن أشوف تواجد محمد الخلعان في الكليبات أكثر يعني. والله تقريبا الحين حوالي 3 كليبات اللي طلعت، لكن أنا زي ما قلت لك أنا في الساحة الإنشادية قريب، لكن طلعت في عدة قنوات الحمد لله، وهذا توفيق من الله، ويكفينا شرف أن طلعنا في قناة المرقاب لأول مرة. نعم. أنا شاهدتك يعني في بعض البرامج الواقعية، وهل هي خدمتك يعني فعلا لإبراز الموهبة مثلا؟ طبعا قناة الواقعية هي اللي طلعت محمد الخلعان. طلعت في الإنشاد وطلعت في التمثيل. يعني ما شاء الله لك جانب في التمثيل. أنا كنت ما أتوقع ولا قد مثلت. طبعا طلعت في التمثيل. خلينا في الإنشاد. طيب زين، ونبي نسمع منك. الإنشاد ايش تبغى تسمع طال عمرك؟ والله إذا كان نبغى وطني. وطني طال عمرك. والوطن غالي علينا. والله الوطن غالي طيب هذا للشاعر عبد الله بن عبد العزيز الخلعان. نعم ونعم. الله يرده بالسلامة إن شاء الله، ومسافر اليابان وإن شاء الله قريب إن شاء الله. نقول هناك إنه يتابعنا عن طريق بإذن الله إن شاء الله. لنا الشرف والله، الشرف أبو عبد العزيز، عزيز وغالي أبو عبد العزيز. تفضل. من هو يقود الشعر ويحن ويغير وحنا على غيرة وطنا صمايل، يا شاب ابو متعب ترى وضعكم غير كمدو لتنتشعل حسدها فتايل،
نسمع لقول الشرع ونطبق الخير دامك يا ابو متعب فريد الخصايل. نرفع علمنا بقول من يرزق الطير ذكر الله الوالي فريد الخصايل. الشعب يا حاكم تصف الطوابير تلقى قروم في صفوفك هوايل. ما همك اوجاعك ولا همتك غير همك على شعب يسوق الفضايل. خادم بيوت الله ولا فيك تقصير نعم الملوك ونعم طيب العمايل. تقف على الشدة كمسالم الزير ما هو مثل وقفة غصون تمايل. اكتب لحبك يا وطننا تقارير وانشر حروف الشوق ورق الجمايل. هذه السعودية ديار المناعير لا ضاقت الدنيا وشفنا الهوايل. نرمي ورانا شغلنا والدنانير نرفع سيوف في سماها السلايل. ما دمتم بخير فانا اليوم في خير كلمات ملكنا يا سعودي أصايل. أبشرك حنا بخير وتياسير يسر بدون العسر والشك زايل. يسر بدون العسر والشك زايل. ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. اعذرونا والله لا ما شاء الله جاي من سفر وما شاء الله فعلا كلمات جميلة وأداء جميل جدا وفعلا يعني الحمد لله احنا بخير ويا رب لك الحمد. هذا ابن عمي ما شاء الله شاعر شباب ما شاء الله وطموح ان شاء الله نتمنى له التوفيق ان شاء الله مستقبلا. هل خرجت القصيدة هذه الآن إلى الإعلام أو وسائل طبعا خرجت في مونتاج وعرضت طبعا اللي دشنها محافظ الأفلاج الله يعطيه العافية وزادني ذاك شرفا يعني قدام مدراء أنشدتها يعني والدوائر الحكومية عندنا. نعم أنشدتها وعرضت كمونتاج. نعم. إذا نقول أن الأستاذ محمد خرعاني يميل للإنشاد أكثر وأكثر. طبعا والله الشيلات لها وضعها ولها وقتها والأناشيد كذلك لها وقتها. طبعا فيها أوقات يحتاج أنك تشيل شيلة فيها في أوقات تحتاج أنك تشيل شوذ يعني ما يحتاج. طبعا ما شاء الله تبارك الأستاذ محمد صاحب الصوت الشجي الله يعطيك العافية. احنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظك ويحرسك رب العزة والجلال. وقت الحلقة أزف وطبعا وانتهى وقت الحلقة وإحنا نشكرك يعني على حضورك الله يعطيك العافية إلى الرياض يعني هذا تاج وسام فوق روسنا يعني الله يطول عمرك. كلنا نشرف الأستاذ خالد وفي هذه القنوات في هذه القناة الهادفة قناة المرقاب وإن شاء الله إن شاء الله بآخر لقاء إن شاء الله بإذن الله. طبعا أنا بعد ما أشكر الجمهور طبعا برجع لك وتطلع لنا أول بيتين عشان احنا نطلع بالشعر حقتك. طيب الله يرضى عليك. خلينا بس نودع جمهورنا يعطيهم العافية اللي كنا معهم على 3 أيام في قهوة العيد. طبعا شكرا لله سبحانه وتعالى وشكرا لكل من ساهم معنا في هذا البرنامج الناجح الجميل الجد ما شاء الله تبارك الله. كما شاهدت وهذه التقارير وهذه البرامج أيام العيد وهذه الفعاليات التي كانت قناة المرقاب في وحدة النقل الخارجي وأيضا كذلك البرامج التسجيلية وبرنامج قهوة العيد الذي طبعا 3 أيام نحن متواجدين معكم. شكرا لجميع الزملاء على رأس العمل والمتواجدون لفترات العمل في إنجاح هذه البرامج لإبراز قناة المرقاب وإسعادكم أنتم. محدثكم خالد اليمني وزميلي الأستاذ علي الموينع أتمنى لكم أطيب الأوقات إلى مناسبات أخرى وبرامج أخرى أترككم مع الله يعطيك العافية أستاذ خالد. طبعا كلمة قبل الختام. أشكرك يا أستاذ خالد على اللقاء وأشكر الأستاذ علي الموينع وأشكر طاقم العمل ومخرجنا الغالي الذي سعدت برؤيته أبو فهد يعطيه العافية. الله يعطيه العافية أبو فهد. وأشكر قناة المرقاب ولي الشرف أني جيتكم في هذا البرنامج الناجح بإذن الله ونتمنى لكم التوفيق. طبعا الأبيات أقول لك ما حفظتها زين لكن
بقولها، وإذا طيب غلطت أنت عطنا وقف. بسبيتين وبكمل أبو فهد سلطان الحويماني. طيب. له الشكر والتقدير على جهوده، الله يعافيه. الله يعطيه العافية أبو فهد وما يقصر. الحمد للولي عليم التخابير، الوالي الرزاق جزل العطية، رب العباد مدبر الأمر تدبير، العالي الرزاق جزل العطية، العباد مدبر الأمر تدبير، العالي الرزاق جزل العطية، من رحمة اللي في يديه التدابير، العيد شاشة في سمانه.